هي اتعملت على مدار 10 سنين كانت محتاجة 30 سنة. الرحلة كانت صعبة والناس شالت كتير، ده حقيقي وما فيهوش مجاملة. لكن وسط كل ده اتبنت قاعدة دولة، قاعدة تقدر تبني عليها اقتصاد أقوى وصناعة وتجارة وسياحة وطاقة. التطور ليه تمن، واللي اتبنى في 10 سنين عمره ما كان يحصل من غير تمن اقتصادي كبير. والأهم إن الطريق لسه مكمل، ولسه في سؤال كبير لازم نجاوبه. بعد ما اتبنت الأساسات، المستقبل هيكون شكله إزاي؟ لسه في مشاكل ولسه الطريق طويل، لكن الحقيقة بتقول إن اللي اتبنى في 10 سنين ما ينفعش يقف. مصر اللي اتغيرت بالشكل ده في وقت بسيط قادرة تكمل وتغير أكتر في اللي جاي. إحنا هنا مش بنمجد حد ولا بنهاجم حد، إحنا بس بنحاول نفهم ونوثق ونحكي اللي حصل على أرض مصر. وأنا ابن البلد اللي عاشق لترابها. مهما اختلفت مع الحكومة أو اتفقت، عمري ما هقدر أنكر إن كان في شغل وفي تغيير وفي تحديث في كل شبر من أرضها. وده مجرد أول فصل من الحكاية، لسه مكملين ولسه في كتير هنتكلم عنه وهنتعمق فيه أكتر ونفتح ملف ورا التاني من غير تلوين ولا مبالغة. وبما إن ده أول فيديو لينا، فلو حابب تكون جزء من الرحلة دي انزل واضغط اشتراك. احنا كمصريين 120 مليون، ولو يوم من الأيام لقينا عدد المشتركين 120 مليون وواحد، نعرف إن في حد غريب قرر يدخل يشوف بنفسه إحنا قد إيه بلد قوية وقد إيه تاريخنا بيشد أي حد من بره. خلونا نكمل ونوري العالم إن مصر مش بس حضارة قديمة، دي حضارة لسه بتتبني. ومهما تغير الزمن، مصر هتفضل قوية ومحفوظة.